السلام عليكم، معكم محمد مال من قناة ميكانولوجي. النهارده نشرح تاني درس معانا في كورس الباوربوينت. تابعوا معانا. في أداة مهمة جدا عندنا في الباوربوينت. طب اللي هي ايه؟ أول حاجة مثلا دي كلمة كومبرسور، دي عملتها كنترول سي، عملتها نسخ، وعملت كلمة عليها عملت كوبي. تمام. نفس الحكاية محمد عمل كلمة عملت عليها ايه؟ كوبي. رحت هنا أنا عايز أعمل لكلمة كومبرسور باست هنا. طب ازاي؟ انا كنت عامل اصلا عملت بعد كده محمد كوبي، في اخر حاجه محفوظه عندي محمد. لا، في حاجه اسمها كليب بورد، تقوم ضغط على العلامه دي بتجيبك اخر حاجه انت عامل لها كوبي ايه. فهمت؟ ضغط على دي خلاص، هو حط عملت محمد حطها بعدها. فاهم؟ فهو حاطط لك اي حاجه عملتها كوبي بتسجلها لك هنا بالترتيب. لو انا عملت كليل اول خلاص انا مسحت كده، مفيش حاجه معموله. عملت كنترول في مفيش، عملت هنا كمان بس مفيش. ليه؟ لان خلاص انت مسحت كل حاجه كنت عامل لها كوبي مخزنها عندك. تمام كده. بعد ما خلصت ايه الحته دي ماشي، انا عايز اشيلها اعمل عليها اكس، خلاص راحت. عايز ارجعها اضغط عليها تاني. في ناس بتحب تشتغل الاثنين يبقوا جنب بعض، بس انا بفضل ان ايه اشيلها. دلوقتي انا عندي سلايدات كتير في حاجات كتير مش محتاجه، زي دي مثلا السلايد دي مش محتاجه، بقوم ضغط عليها كليك يمين واعمل عليها ايه ديليت سلايد. فانا كده خلاص مسحتها. لو وقفت عادي ضغط على الكيبورد على كلمه ديليت خلاص برضو مسحتها. عايز اضيف سلايد هضيف عادي من هنا. لو انا في هوم بضغط على طول من على النيو سلايد، او لو انا في انسيرت ضغط على برضو النيو سلايد، عدي في نفس الحاجه نفس الشكل فيها نفس كل البيانات بتاعتها. وزي ما قلنا قبل كده اللي انت لو عايز مثلا تضيف تيبل او حاجه ممكن تضيف من هنا، او لو انا في انسيرت اقوم داخل على كلمه تيبل واحدد بقى الجدول اللي عايزه قد ايه، واضيف الجدول اللي انا عايزه براحتي. طبعا بروح على فورمات الجزء بتاع التيبل ممكن اقدر اعدل فيه في الاشكال بتاعته ايه براحتي. فاهم؟ وهو متعدل معاك، هو مكتوب عليك تيبل ديزاين متحدد اللي هو ايه تيبل. لو انا عملت كده برضو هقفل لك اخر جزء خالص، تقعد تعدل فيها فيرست كولوم تديله الوان يعني الحاجات دي، بس هي عادي يعني. هنكمل بقى في الجزئيه دي. مثلا انا عندي شويه معلومات هعملها كوبي ليا وحطيتها هنا ايه، بس عايز اظبط بقى الشكل بتاعها. فطبعا هي كلها اخده بوينت، فلا انا عايز اغيرها مش هخليها كده. مثلا اغير ده لون تاني مميز، ده مثلا ايه ده، اكبر بتاعها شويه. دول بقى عايز اديهم ارقام من اول هنا لهنا، عايز اخد ارقام. انتر هنا انتر، فدي هنا بقى اخلي دي رقم. الموضوع ده اخد رقم 2، ده اخد 3، ده اخد 4. فانت تعطي كل واحدة كده ايه رقم. عايز بتقرب المسافات بينهم، شايف انت المسافات بعيدة انت ممكن ايه ترجع كده. تمام. بس برضه المسافة بين دي ودي قريبة اوي، فانا هعمل ايه؟ محدد دول كده مع بعض واقوم رايح على المسافة دي هبعدها سن مثلا. تقدر تتحكم في الحاجات دي بسبب الجزء بتاع المسافات ده اللي هو ده بيبعد لك ويظبط لك الدنيا بتاعتك. طبعا قمت عامل بعد انتر على طول كده خلاص بعد كده. ممكن اعمل كنترول زد قمت عامل شيفت انتر، مش هيدي بوينت. طبعا عملت شيفت انتر مش هيدي بوينت، لكن لو عملت انتر على طول بيديك ايه بوينت جديده، انت بتقول لك هتبدا في حاجه جديده. فالجزء ده مهم. لو انا هعمل عايز ادي بوينت جديده بعد دي بقوم اعمل انتر، لكن لو مش عايز بوينت وعايز دي تكمل معاها مثلا بقوم اعمل شيفت انتر فتديك ايه نقطة بسيطة. عايز تخليها في النص تجيبها في اليمين، ممكن مثلا الجزئية دي طبعا ده عشان مربوطة بدي فبتتحرك معاها. فاهم؟ فدي ممكن اعمل بعد كده اخدها انت رايح كده وتعمل كنترول في ومدي دي في اليمين، خلاص دي اتفصلت عني طالما عملت انتر. كده طول ما هي مربوطة بشفت انتر بتتحرك معاها على طول. لا احنا كده خلاص فصلناها عن بعض. فده برضه ممكن يديها ايه اي لون تاني مثلا نعملها حاجة زي كده. طيب لو دول بقى انا عايز احطهم في مربعات، فاهم يعني ازاي؟ اقول لك اهو، شايف العلامة دي المثلث ده عملتها كونفيرت تو جرافيك. تمام. انت ممكن تختار حاجة زي كده، اول اتنين بتحدد كده وتحتها ايه النقط بتاعتها. شايف انت بتقعد يقترح عليك اقتراحات. ليه بقى؟ لان هو شايف اللي دي الاساسية اللي هي الهاي بوزيتيف دي الاساسية وجنبها الحاجات دي اللي متفرعة منها. فانت بتشوف الحاجة مثلا مناسبة، ممكن تبقى دي حاجة مناسبة ليك. شايفه على طول عامل لك انت ممكن تقعد تحاول تتحكم في دي تحركها. لما تضغط على دي ضغط على الكيبورد ديليت خلاص اتمسحت. دي طبعا بيوريك الحاجة اللي موجودة عندك هنا، ودي لما تضغط عليها هتحرك لك على طول. ممكن تشيلها ديت انت مش محتاجها. طبعا بتتحرك برضو بدي براحتك معاك وتلاقي كله مربوطين ببعض عادي مفيش اي مشكله. الكلر بقى انت ممكن تتحكم في الكلر بتاعك، ممكن تخليها مفرغه ممكن تخليها كده لو انت عايز، او كده نفس الكلام تتحكم في الكلر بتاعك براحتك. الشكل ده ممكن ميبقاش احسن حاجه، ممكن تخليها ايه زي ما كانت هيبقى لونها احلى. طبعا بديك ايه اللي انت مثلا عايز تعملها باشكال مختلفه، او الشكل بتاعها نفس الشكل بس بيديك مظهر تاني. ممكن تعمل حاجه زي كده زي كده. فانت فاهم؟ فعادي يعني انت لو عايز تعدل فيها تلاقي ظهرت لك تاني او دي كده طبعا بترجع تاني زي ما هي. فانت براحتك في الجزئيه دي بالذات الجزء بتاع الشيب ده.
انت عملت ريست هترجع زي ما كانت، لو عملتها كده خلاص اتعودت. الريست دي بترجع لك كل حاجه زي ما كانت عملتها كده تاني. طبعا كده الجزء تمام. نعمل نيو سلايد، نعمله مثلا ايه بلانك، تمام، تبقى فاضيه خالص. دلوقتي عندك اشكال كتير فوق، انت ضغطت على السهم ده يجيلك ايه الاشكال، كل الاشكال اللي عندك. مثلا هنعمل ايه الشكل ده، هنحطه هنا مثلا. انت طبعا عايز تغير فيه، عندك شيب فورمات عشان في شكل ظاهر، تختار اللي انت عايزه هنا، اي لون انت عايزه، وده بتحدد الشيب بتاع الشكل بتاعك. لو انت كاتب جواه حاجه عايز تعمل 3D حاجات من دي، ده لو انت كاتب جواه حاجه مثلا هكتب جواه مثلا هنا، تمام. فهو شايف الشيب بتاعك انت غيرته على حسب الشكل ده. تكست افكت اهو، فهو اخد الزاويه بتاعتك انت حددته بيها، تمام. نروح على التكست لاين، انت ممكن تغير التكست اللون بتاعه لو انت عايز تغيره. رحنا على هوم برضو نقدر نكبر سنة، نرجع تاني على الشيب فورمات. ده الجزء بتاع التكست برضو ممكن تتحكم فيه من هنا، فاهم انت الجزء بتاع التكست هنا كل ده تكست فايل، تكست اوتلاين، تكست افكت، كل ده موجود هنا. عندك بقى الشكل بتاعك تقدر تعدل فيه من هنا. احنا عايزين نعمل حاجة 3D برضو، ممكن ايه نعمله كده. شوف بعمل معاك ازاي. خلاص ده الجزء بتاع الشيب، ده الجزء بتاع التكست. بس احنا عملنا الشكل ده، عايزين نعمل شكل تاني. هنشوف بقى شكل تاني بعد كده هنا. نشوف مثلا الشكل ده وهنرسم خط مثلا، عايز تعمل روتيت نعمله مثلا، عايزين نوصل ده بده، تمام. فطبعا انت تيجي تحرك ده، كل واحد هيتحرك لوحده. فين لو انت محدد ده ومحدد ده ومحدد ده وانت عامله جروب، فخلاص بقى مع بعض جروب. تقدر تحدد ده لوحده جوه الجروب، بس انا ضغطت قمت محدد الجروب كله، اتحرك مع بعض. ده مثلا اهو ضغطت عليه ضغطتين عشان اقدر احدده، قمت محركه هنا تاني. عايز اعمل روتيت قمت واقف عليه هنا، قمت اعمل روتيت بالشكل. فانت ضغطة واحدة بتحدد الجروب مع بعضه، ضغطتين على الشكل بتحدد الشكل لوحده. عايز اعمل ان جروب بقى قمت محدد الشكل كله، قمت عامل رحت على جروب قمت عامل ان جروب، خلاص بقى كل شكل ايه لوحده، تمام. الوقف دلوقتي الشكل ده حاطط ده هنا وده هنا. الترتيب بتاع ده عشان ضايف اول واحد فهو اخر واحد تحت، بس انا عايز اخليه اول واحد، فما اعمل ايه برينج فورورد، بتحطه ايه قدام خطوة واحدة، فاهم، هيبقى قدام ده. لو انا عايز اعمله اخليه قدام خالص يبقى قدام الكل، تقوم اعمل ايه برينج تو فرونت، يبقى انت خلاص خليته اخر اول واحد. لو انت عملته هنا اهو سين تو باك، خلاص ده بقى اخر واحد. هو حتى مظهر لك العلامة وانت فوق عامل لك الشكل البريطاني ده اللي هو الشكل اللي انت محدده. هتخليه اخر حاجة، لا هرجعه خطوة واحدة هنا برضو، طلعه خطوة واحدة، خليه قدام خالص كده، قدام خالص، فاهم. فده الترتيب بتاعهم على حسب الاضافه في الاول. بعد كده انت بتحدد ايه نقول له قدام ونقول له ده برضه في ايه جزء مهم عشان لما تيجي تظبط الاشكال بتاعتك بعد كده. يعني الحاجات دي كلها بدايات بتعلمك الاساسيات بتاعتك، عشان لما تيجي تعمل بقى البرزنتيشن كامله الحاجات دي هتسهل عليك حاجات كتير.